بيب كولر يقترب من تحطيم ارقام الساحر مانويل جوزيه. في موسم 2004-2005 بيقدر النادي الاهلي تحت قياده الاسطوره مانويل جوزيه انه يحقق رقم قياسي كبير من الصعب حتى الاقتراب ليه، لان الاهلي الموسم ده قدر يعمل موسم للتاريخ لما فاز في 17 مباراه متتاليه في الفتره من 17 سبتمبر 2004 حتى 14 يناير 2005، وكانت دي تعتبر افضل انطلاقه في تاريخ المارد الاحمر، وبالتحديد من الجوله الاولى حتى الجوله ال17. لكن المصري البورسعيدي في الاسبوع ال18 بيفرض التعادل السلبي على النادي الاهلي في يوم 21 يناير 2005، وفي الاخر الاهلي بيحصل على اللقب بتعادلين فقط من اصل 26 مباراه وبدون اي هزيمه. ودلوقتي السويسري مارسيل كولر في هذا الموسم بيفوز حتى الان في 15 مباراه متتاليه عشان يبقى فاضل له فوزين فقط على معادله رقم مانويل جوزيه، والفوز في 3 مباريات وتحقيق رقم قياسي جديد يسجل باسمه داخل جدران القلعه.